السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. إخواني الأكارم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، حيث صرح اليوم وزير الصناعة السيد أحمد زغدار، حيث قال في تصريحه أنه تم منح 27 رخصة مسبقة مختلفة، فيها رخص خاصة بالسيارات السياحية والسيارات النفعية، وفيها رخص خاصة أيضا بالشاحنات. وقال أيضا هناك مستثمرين جدد وضعوا ملفاتهم من أجل الحصول على رخص خاصة باستيراد السيارات. وقال في تصريحه أيضا أنه في شهر مارس ستبدأ عملية استيراد السيارات الجديدة السياحية والنفعية. وفي الأخير نقول الحمد لله، بدأت الأمور تسير على ما يرام، ونقول كذلك مبروك لكل مواطن جزائري حاب يكسب سيارة جديدة. وفي الأخير إخواني، الرجاء منكم اشتركوا في القناة في خاطر هذه الأخبار المفرحة للشعب الجزائري. وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.